المملكة العربية السعودية. هناك نجح الهلال في تغيير ما دار وما كان في المباراة التي جمعته على نهائي كأس الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الذي حضر المباراة وتوج الأزرق بركلات الترجيح. كان محمد السلاوي قد تقدم بهدف، لكن مع الدقيقة 94 يتعادل الهلال. الوقت انتهى، لعبا معا ركلات ترجيح حسمت بمعرفة الأزرق الزعيم الذي أنهاها على غريمه النصر بثمانية ركلات مقابل 7. الفرحة كانت عارمة، لكن الكعكة قسمت على 3 أندية. النصر طار بالدوري للعام الثاني على التوالي، والأهلي حصد بطولة كأس ولي العهد، فيما ذهب كأس الملك للأزرق الهلالي أزرق الرياض الذي تتابعونه الآن. كل النجوم هنا يعني فرحون بهذا الإنجاز الكبير واللقطة مع الكأس. حتى من كان غائبا عن المشاركة، ياسر القحطاني النجم الكبير كان حاضرا في التتويج. مشاهدينا